فكره انشاء المتحف. احنا بلد قديمه في انشاء المتاحف، عندنا متحف اسكندريه اقدم كمان من متحف كايرو اللي افتتح في 1901 كلنا عارفين مكتوب على الواجهه. ففكره انشاء المتاحف نظرا لوجود اثار كتيره في بلدنا دي فكره قديمه ومتاصله في بلدنا. لما في عهد مبارك الوزير السابق وزير الثقافه فاروق حسني، المعلومه دي قليلين اللي يعرفوها، راح لسياده الرئيس وقال له احنا عايزين متحف يليق باثارنا، لانه متحف التحرير اصبح مخزن وعفى عليه الزمن سواء اضاءه سواء ديسبلاي او كده، فاحنا عايزين نعمل متحف كبير. قال له طب والفند المتحف هيتكلف كتير قوي. قال له بس حضرتك وافق على الفكره وانا هجيب لك فند من كل انحاء العالم. اللي حصل انه وافق على الفكره لكن ما تنفذتش في عهد فاروق حسني، وبالتالي ما بينسبش ليه اي حاجه برغم ان هو ابو الفكره زي ما بيقولوا. انشاء المتحف بدا في 2002. الارض اختيرت وكان شركه اوراسكوم برضو هي المسؤوله عن الجزء ده. اذكر كويس ان حصل ساعتها ديبيت كتير قوي انه بلاش اختيار المكان هنا، لانه طريق مصر اسكندريه ده نهايته. طريق مصر اسكندريه ده طريق زحمه جدا قبل ما يوسعوه، فهيبقى فيه ترافيك ومش هيبقى سهل ولا اكسسبل ان الزياره تتم بسهوله. فكان فيه رفض كتير قوي، بس في النهايه اختير المكان وابتدوا ينفذوه. اول قطعه اثار اتحطت هنا كان تمثال رمسيس الثاني. تمثال رمسيس الثاني اما ندخل جوه هشرح لكم هو ايه، بس هو فور ناو يعني هو اول قطعه اثار اتحطت هنا. وعاوزه اقول لكم ان سنين طويله كنا بنعدي ونشوفه واقف في العراء كده قبل المشروع ما يبقى مشروع، وقبل ما يحطوه جوه وفعلا يبتدوا يبنوا حواليه. ده اللي كان في رمسيس. ده اللي كان في رمسيس. هشرح لكم لما ندخل التمثال نفسه، بس فور ناو كده التمثال اللي هيستقبلنا كاول استقبال لما ندخل ويدينا التحيه هو رمسيس العظيم. وهقول لكم التمثال تاريخه هو كان فين واتنقل لفين وجه هنا ازاي. المتحف طبعا لازم تقول ان احنا النواه في الفند كانت من شركه جايكا اليابانيه، ادتنا رقم كويس نبتدي بيه. قطعه الارض اللي احنا واقفين عليها دي تضاربت الاقوال، وانا سمعت من 200 مرشد كذا رقم، 120,000 400,000 مش عارف ايه، لكن هو في النهايه الحقيقه ان مساحه المتحف ده 117 فدان، والفدان الواحد 4200، نحسبهم كده يطلع 491,000 متر. رقم مذهل يعني محدش بيصدق ان الرقم ده مقام عليه متحف واحد. ولذلك لما تقول بقلب جامد ان ده اكبر المتاحف في العالم واغناها واقواها تبقى مطمئن ان دي حقيقه. عاوزه اقول لك بس ان السبيس الخارجي ده 30,000 متر. مره بشرح لسائح اجنبي ان ده 30,000 متر اللي انت ماشي فيه بس كده ما شفتش لسه اثار. قال لي يا نهار ابيض ده 30,000 متر يسع لوحده لمتحف كبير، فما بالك ان ده بس المقدمه والانترانس والتيكت والمسله العالقه. فالمساحه الاولانيه 30,000 متر. الجزء اللي باقي لما ندخل انا هشرح لك الاستراكشر بتاع المتحف ده قسموه ازاي، اتعمل ايه علشان يحط الاثار فين ويدي اهميه لايه ويسيب اهميه لايه، بس لما ندخل. دلوقتي بما اننا هنا في المدخل بتستقبل السائح بمسله. طبعا بيبقى فيه فرصه كويسه قوي انك تقول يعني ايه مسله. المسله علشان معظم الناس مش عارفه ابتدت كشاهد قبر. المسله ما اتنحتتش في الاسر الحديثه او في الدوله الحديثه، لا المسلات كانت في البدايه خالص قصيره جدا زي واحده هوريها لكم جوه، وكانت بتتعامل على انها شاهد قبر. ما ابتدتش مسله بترمز لاله الشمس، ما ابتدتش كده، دي كانت البدايه. وبعد شويه في عصر الدوله الحديثه طوروها وابتدوا ينحتوا المسلات قطعه واحده من الجرانيت. طبعا ده كلام بقى ايه انتوا كلكم عارفينه، ما فيش داعي ان انا اقول لكم طريقه نحت المسلات، لكن هفكركم بان هي بتشير لاله الشمس اللي هو الميجر اله بالنسبه لهم، وانه الجزء الاعلى ده كان مغطى اما بطبقه من الذهب او بطبقه من الفضه اللي كانت نادره وغاليه ومش موجوده في مصر، او وده بقى اللي بيعجب الناس قوي لما بنقوله ان هم المصريين القدماء برعوا في كل شيء بما فيها خلط الميتالز مع بعض. عملوا الالكتروم ودي سبيكه صعب جدا ان هو يعملوها دلوقتي، ولكن مصر القديم عرف يعملها وغطى بيها الجزء الاعلى عشان تعمل ريفليكشن، لان هي بتشير لاله الشمس. شكلها المدبب ده طالعه تقول انا اله الشمس، وبالتالي هي اتوجدت في معبد الكرنك وكل المعابد اللي هي الاله الاكبر فيها هو اله الشمس. طبعا كانوا بيقطعوا المسلات من احجار الجرانيت في اسوان،
لازم تشير الى صعوبه. اذا كان عندك الصعيد فانت بتاجل شرح المسله. لو حضرتك بتشتغل يوميه كايرو بس، فلازم دي وقفه عظيمه جدا تشرح فيها يعني ايه مسله اصلا. تتكلم في انه المصري القديم كان بيروح لحد محاجر اسوان، لان هي المدينه الوحيده في مصر اللي بتبعد عن كايرو هنا 900 كيلو، وبتوصل لغايه هناك. وبعدين بيلاقوا صعوبه كمان يا جماعه، ودي حاجه بنشوفها بالعين المجرده لما بنروح اسوان، بيلاقوا صعوبه في انهم يلاقوا قطعه واحده بالطول ده. على فكره المسله دي مش طويله، دي 19 متر فقط، بينما بقيه المسلات بتتخطى ال 25 وال 27 وال 29. فوجود